العملية اللي دارتها أمريكان باش هاكا تختطف مادورو، دابا تأكدنا أن هي كان فيها الخيانة. قالت سيدي كانوا أعضاء في الحكومة، وخصوصا واحد اللي كان كيراقب مادورو والتحركات ديالو، وعطاهم المكان ديالو بالضبط، اللي هو داك المجمع العسكري. كانوا حاضرين العسكر، كان داير بحال شي خشلة، وبرا كان فيه واحد الباب ديال الحديد وقاصحة، وجاو الامريكان وهرسوها ودخلوا عليه وشدوه. ولكن واش خبركم انهم كانوا تواني كون ما تحركوش بديك السرعه اللي تحركوا فيها، سمعوا مادورو، سمعت الشتيته ديال البيبان والتراس والقرطاس، حيت الجيش ديال فنزويلا اليوم قال لك اودي راه الدلتا فورس دخلات وصيفطات الاخره جميع الحراس وجميع ديك القوه ديال العسكر اللي كانت كبيره، اللي كانت كتحمي مادورو. مادورو كان مشى ناض هو ومرتو، قال لك ومشاو لواحد، كانوا كيجريو، وكان غادي يحل واحد الباب، واحد الباب ديال الحديد كبيره 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 كبيره، وفيها ما عرفت شحال من سنتيمتر ديال السمك ديالها، غليظه بزاف. هذيك لو كان دخل وسدها موراه صافي كانت العمليه كلها غتفشل. ولا وصلت ليه امريكا ولا وصلت ليه الدلتا فورس، كون سد عليه هذيك الباب ما كانش غادي يخرج لهم نهائيا، كانوا غيتسناو، وربما كانوا غادي يمشيو، لان الجيش ما غاديش يبغي يبان انه متواطئ معهم لو كاين هناك تواطؤ ديال الجيش. حيت الطريقه اللي ما تدخلش فيها الجيش، والجيش سمح في مادورو، وقبل ان تكون نائبه الرئيس هي الرئيسه الجديده بدون ما يقول حتى شي حاجه، بدون ما يطالب بعوده الرئيس مادورو، غريبه شي شويه. احتمال ان الجيش ميك، ولكن دلتا فورس معروف عليها انها دخلات بالزربه هزاتو وطارت به. ما يمكنش لو كان دخل وسد عليه ديك الباب تزيد دلتا فورس تضيع الوقت ويحاولوا يفرعوها، واحتمال ما عندهمش ما دايرينش بالهم انهم خصهم يفرعوا ديك الباب. هذا غير احتمال، ولكن الاخبار اللي خرجت اليوم كتقول لك اودي انه كان على بعد تواني انه يمشي ويسد عليه ديك الباب، وكانت من طبيعه الحال كانت غتكون السبب في افشال عمليه الدلتا فورس. شكرا. آراؤكم.